السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اول فيديو لينا بنصوره من اوميجا 2 وزي ما انتم طيبين بمناسبه السنه الجديده. قلنا نصور لكم فيديو كده عشان السنه الجديده بقى، فيديو دلع يعني لذيذ مع شويه الموزز اللي هننزلهم النهارده. اختاروا احنا كلنا عارفين طريقه شغل الفيروس اللي احنا عندنا كود ابون او الكلام الفاضي ده، بناخده 10 مايكرون منه اللي هو فيروس سي 10 مايكرون، وبعدين بنحطهم وبعدين بنحط 2 من البفر بتاعنا نقطتين او 3 نقط ونشوف بوزيتيف او نيجاتيف. الشرايط دي الشركه كانت الاول كويسه، لكن لما الشركه حصل فيها مش عارف ايه اللي حصل بالظبط، كانت شركه تعبانه وبقت تدي بوزيتيف وتدي حاجات مش تمام. فاحنا عارفين اللي هي لو ادت ويك بوزيتيف وكلنا بنعملها في الرول، يا هيختار نكتبها بوزيتيف ولا نكتبها نيجاتيف، فبنبقى محتارين يا نيجاتيف يا بوزيتيف يا نيجاتيف، فبنضطر نبعت الايزا او بي سي ار للبيشنت بتاعنا. عشان كده في حاجه نزلت جديده، هي مش جديده، هي من فتره طويله بس ما حدش بيشتغل بيها لانها غاليه، اسمها بايودوت او ترايدوت. دي حاجه سبيسيفيك قوي لان شرايط الابون والاكون ساعات بتدي بوزيتيف مع روماتويد، لو في روماتويد ممكن تدي فولس بوزيتيف، لو في بالهارسيا ممكن تدي فولس بوزيتيف، فهي متداخله. لكن الشركه بتاعت ترايدوت او البايودوت دي سبيسيفيك قوي للفيروس بتاعنا. طبعا احنا هنشرح طريقه الفيروس بشركه الترايدوت. يلا نتفرج بقى. احنا عندنا هنا الكارت بتاعنا زي ما احنا شايفين اهوت، تمام. هنفتح الكارت بتاعنا وهنبدا نشتغل طبعا الخطوات ايه اللي موجوده في الشركه. احنا هنصور الخطوات دي لحضراتكم. هنا بيقول ستيب نمبر 1 هناخده 3 نقط من البفر سوليوشن بتاعنا. ستيب نمبر 2 هناخده 50 مايكرون من السيروم او البلازما. ستيب نمبر 3 هناخده 5 دوبز من البفر بتاعنا. ستيب نمبر 4 هناخده 2 دوبز من البروتين ايه كونجيجيت. ستيب نمبر 5 هناخده 5 دوبز تاني من البفر سوليوشن. ستيب نمبر 6 هنشوف هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. تمام كده. احنا المفروض عندنا امتى تكون بوزيتيف وامتى تكون نيجاتيف هنفسرها ان شاء الله واحنا بنشرح. تمام. تمام. فاحنا شفنا هنا كل دي طرق المحاليل. لو احنا مش عارفين نقرا هو بيقول لك تحط 3 نقط، نقطه، 5 نقط، نقطتين، لكن احنا عندنا هنا هيقول لك لو نقطه واحده عند الكنترول هيبقى نيجاتيف، لو نقطه عند الكنترول والتيست هتبقى بوزيتيف، لو مفيش اي حاجه هتبقى الشريط فيه اي مشكله لو طلع المنظرين اللي تحت. تمام. يلا نطبق اللي احنا شفناه ده بقى على الشريط. اول حاجه قال لنا هناخده ستيب نمبر 1 add 3 drops of buffer solution to the center of الكاوت بتاعنا. حلوه قوي في الكاوت بتاعنا دي، يلا على الانجليزي. هنحط ادي 1 2 3، وبعد كده هيقول لنا خد 50 مايكرون او دوب. ال 50 مايكرون احنا نفضل هناخده ايه 50 مايكرون بالمايكروويف بتاعتنا من السامبلز. مش لازم تصور لنا على فكره، نصور البتاع اهم. وللاسف ما شغلناش اغنيه بكار، مفيش مشكله متعوض. احنا خدنا اهو ادي 50 مايكرون وبعدين هنسيبه يتشرب. وبعد ما خدنا ال 50 مايكرون هيقول لك ستيب نمبر 3 اد 5 دوبز اوف بفر سوليوشن، يبقى هنحط 5 نقط من هنا. هو هنا بسم الله ما شاء الله، عشان احنا لو ما بنعرفش نقرا انجليزي زي حالاتي كده هتلاقي بيقول لك 3 نقط عامل لك 3، 50 عامل لك نقطه، 5 نقط عامل لك 5 نقط، نقطتين عامل لك نقطتين، 5 نقط، يعني مالكوش حجه، الشركه مدلعانا احلى دلع. تمام كده. السيروم بتاعنا تمام. هنحط بقى ال5 نقط بتوعنا. ادي 1 2 3 4 5. حطينا ال5. هيقول لك ستيب نمبر 4 احنا طبعا بنسيبها تتشرب. ستيب نمبر 4 هنحط نقطتين من البروتين اي كونجيجيت. ده البروتين اي كونجيجيت بتاعنا اهو، بروتين اي كونجيجيت. ومحدش يسالني بقى ده بتاع ايه وده مش بتاع ايه والكلام ده، عشان ايه بلاش احراج، احنا في سقعه. كل سنه وانتم طيبين. لا بس لذيذه، انا بحب الشغل بالشركه دي. الابون بقت حاجه زباله بصراحه يعني، لكن دي بوزيتيف نيجاتيف، ما فيش حاجه اسمها ويك بوزيتيف. يا ابيض يا اسود، يا ابيض يا اسود. واتمنى اللي انتوا تتابعوا معانا على الجروب، لان انا اعصابي تعبت. اعصابي ايه؟ تعبت. نفس طريقه الاي بي سي. لو انتوا فاكرينها الاي بي سي في البلهارسيا شفتها انت صح؟ مبسوط ان انت شفتها. ماشي تمام. نفس الفكره، الحاجات دي بتبقى مور سبيسيفيك. يلا نحط النقطتين بتوعنا
ادي واحد، ادي اتنين. طبعا بقى لونها بينك فظيعة، مبسوطين انتوا. وبعد كده هنحط بقى ايه، يا نهار اسود على الدوخة وسنينها. هنحط 5 دوبز. ايه دوبز دي؟ 5 دوبز من البافر سوليوشن. انجليزي عسل. شايفين الحلقة بوزيتيف من غير ما نحط حاجة. شفتوا البوزيتيف عامل ازاي؟ ابيض يا اسود. شفتوا البوزيتيف؟ شفت؟ لا وبوزيتيف عنب، يعني الحالة دي جلاش. نغسل بقى معلمين. ادي 1 2 3 4 5 بوزيتيف عنب، شبه عيون، شبه ايه، فيشة الكهرباء. احلى تشبيه طبي ممكن تلاقيه في حياتك. تمام؟ حد عنده اعتراض؟ ايه رايك؟ جميل، احلى من البتاع التاني. احنا ممكن نصور لهم دي، عجبتني الفكره بس الاضاءه زي الزفت. الستيب هنا على فكره المفروض احنا ندخل شويه كده. ايوه فاكرينه اللي كنا بنسحب له العينه. تمام. الباب طلع هنا هي بوزيتيف اهي. طبعا احنا بنهزر عشان الفيديو ما يبقاش بس ايه رخم وتقيل عليكم كده. الطريقه دي صورنا انا بقى هقول كلمتين. الطريقه دي مفيده جدا، واحنا بنطلع شغلنا واحنا واثقين منه، ومفيش اي شك اللي هي ممكن تبقى كده او كده، لان احنا اتلدعنا كتير من حوار شركه الامن دي، منهم لله بقى. بنسترخص بنجيب الكارت وكلنا عارفين سعره، لكن دي حاجه غاليه مش رخيصه ونتائجها مضمونه، وبنطلع شغلنا واحنا مبسوطين. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله احنا عاوزين نعمل كورس بس انتم ما بتشجعونيش، وانا زعلان منكم لو لاحظتوا ان انا ما بنزلش شرح بسبب دوت. اتمنى ان كلنا نبقى حاضرين، واتمنى ان السنه تكون سعيده عليكم، وربنا يوفقنا كلنا، والناس اللي في الامتحانات ربنا يوفقها. وانا محضر لكم كورس هرمونات لو سمحتوا، ومحضر لكم شويه امراض لازم نشرحها خاصه بالجهاز الهضمي والبولي، زي الميتابوليك سكرين والليفر ديزيز والكدني ديزيز. في حاجات كتير ناقصانا، لو انتم ما ساعدتونيش ولو ما حضرتوش انا مش هشرح ده، وللاسف ده لو ما اتشرحش احنا الخسرانين، كلنا هنخسر. اشوفكم في فيديو تاني.